السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ عليكم تكونوا بخير يا رب. انا النهارده كده هعمل معاكم بطايه. بسم الله ما شاء الله، ماما جايبه لي بطايه جميله اهيت، بعتها لي زي الفل وزي الورد زي ما انتم شايفيننا كده يا حبايبي. عملتها خلطه في الكبه، عباره عن بصل وثوم والتوابل بتاعتي فلفل اسود وكزبره ناشفه وبابريكا وملح، وعملت لها مساج، ويعني تبلتها من جميع الاتجاهات، من فوق ومن قدام ومن ورا ومن جميع الاتجاهات بالتتبيله ديت. وزي ما انتم شايفين كده بحط صبعي تحت الجلد اهوت عشان افرغ ما بين الجلد وبين الصدر. بيبقى الجلد لازق جامد على اللحم، فعشان كده بسلك زي ما كنت بسلك بصبعي ما بين جلد الحمام ولحم الحمام لو كنتوا فاكرين. فهنا برضو بسلك كده ما بين الجلد، بسحب كده صبعي ما بين الجلد كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. تبلتها من جميع الاتجاهات، وحطيت الخلطة دي برضو تحت الجلد ما بين الجلد واللحم، من ناحية الورك اليمين والورك الشمال وما بين الجلد والصدر. وقلبتها ظهرها يا جماعة، وعملت برضو نفس التتبيلة، برضو عملت لها مساج من ظهرها برضو من جميع الاتجاهات. هبدأ بقى دلوقتي يا جماعة ايه، احطها في الحلة تتسلق. انا حطيت حالة الضغط على النار، وهغلي الكتل، واحط قدامكم زي ما انتم شايفين كده البطة في الحلة اهو. واجيب غلاية المية واحط له العقد بتاعه، وهنا حبهان، احط حبهان في الحلة، واللي عنده ورق لوري يحط، ويخرب بصلاية وجزراية طماطماية زي ما هو حابب بالظبط. ما يحطش الملح دلوقتي لان الملح بيأخر السوا بتاع البط. لما يكون تغلي كام غلوة كده وتحس انها داخلة على سوا، حطي الملح هتبقى مظبوطة زي الفل برضو ان شاء الله. وهنا بحط المية معاك وهوت في الحلة. البطة هنا المية مش كفاية عليها، مش مغطياها، فغليت غلاية مية كمان. وجبت الغلاية غطيت البطة خالص تماما بالمية. بس دي صور بس من قبل ما احط المية عليها واغطيها. وجبت الصاج بتاعي اهو. عندي هنا يا حبايبي كنت سايبة جزء من التتبيلة اللي انا عملت بيها مساج للبطة من جميع الاتجاهات، اللي هي البصل والثوم والتوابل. حطيت عليها معلقة كاتشب ومعلقة صلصة، وخرطت على فصين توم كمان، لاني ما بحط على الصلصة ديت اللي انا بدهن بيها البطايه قبل ما ادخلها الفرن توم، بتبقى طعمها جميل جدا ولا المشوية. نسيت اقول لكم يا حبايبي ان انا حطيت معلقه زيت هنا مع الطماطم والثوم والشويه من التتبيله بتاعه البصل والكاتشب والكلام ده كله، حطيت معلقه عشان تحمر وش البطايه وتخلي شكلها حلو يعني. فدخلتها الفرن يا حبايب قلبي وحطيتها تحت الشوايه. طبعا الحمد لله البطه مستويه وتمام كل حاجه في حاله الضغط. يا دوب بس يا حبايبي هتاخد تحت الشوايه وش، وتاخد اللون الجميل اللي انتوا عارفينه دوت، اللي بيبقى محمر وجميل كده، لون الشوي، اللون الاحمر اللي انتوا عارفينه بتاع الشوي الجميل ده، بتاع التحمير ده. بتبقى محمره في الطاسه، يعني مفيش طاسه تاخد البطه دي كلها، او في ممكن حد يكون عنده طاسه كبيره يعني. فبسم الله ما شاء الله ايه، قلت احطها في الصاج تحت الشوايه في الفرن افضل يعني. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله 100 من 100. شايفين لونها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. انا يا حبايب قلبي بقى لما قلت في العنوان ان احنا طول عمرنا ضاع عمرنا يعني احنا نسلق البط غلط، مش عشان الطريقه اللي انا سلقت بيها دلوقتي قدامكم اكيد كلكم عارفينها، عشان زمان يا جماعه كانت حماتي عرفتنا طريقه ان احنا ندخل البط او الوزه في الفرن قبل ما نسلقها، تنزل الدهون اللي فيها وبعدين نحطها في المرقه تتسلق. الطريقه ديت جميله جدا جدا بسم الله ما شاء الله، اتمنى تجربوها. اللي هي تنزل الدهون كلها اللي في الوز او البطه، وبعد كده يا حبايب قلبي بنحطها في الحله تتسلق. واللي عاوز يستفاد بالدهون ويقلي بيها الملوخيه يقلي، واللي مش عاوز هو حر ايه يتخلص من الدهون وكده. انتوا عارفين ان الدهون مضره بالصحه. عشان كده يا حبايبي انا قلت ضاع عمرنا هدر، وضاع عمرنا واحنا بنسلق البط غلط. عشان كده طول عمرنا نسلق البط ننزل الدهون كلها في المرقه، اما الطريقه دي بننزل الدهون قبل ما نسلق البط في المرقه. بس انا عادش الطريقه النهارده يا حبايبي عشان خاطر المرقه اللي انا هطلعها من البطايه
هسقي بيها انواع شيش كتير فالدهون تتوزع عليها. وهنا يا حبايبي شايفين الفيديوهات بتاعتي عليها علامه قفل ازاي. البرنامج زلني وتعبني خالص، مش راضي ينزل لي المقاطع الفيديو، عشان كده نزلت لكم صور البطه بس واتكلمت عليها. شايفين برضو صور المحل اهيت، مش عارفه انزل الفيديو بتاعه. اللي عنده حل الموضوع ده يا جماعه يقول لي ويعرفني ايه السبب. المقاطع عندي مش هتنزل وتنزل صور بس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.